دمعة موحد نور وحكمة وهدى ورحمة. سادة الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد دمعة موحد. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن ذنب خطير وبلاء مستطير. هذا البلاء هو عدو الأديان والرسالات ومفرق الأسر والمجتمعات. كم من أسرة فرق شملها، وكم من بسمة قتلها، وكم من فرحة وأدها. إنه كهف مظلم بظلام آثاره، ومستنقع قذر بقذارة أهله. السحر عالم الكفر والفجور، هذا العالم الذي لم تسلم منه أمة من الأمم. تتحدث الإحصائيات الدولية اليوم عن عشرات الآلاف في كل دولة من الدول المتقدمة. في فرنسا على سبيل المثال 30,000 ساحر وساحرة، في ألمانيا 80,000، في الدول الأخرى حسب الإحصائيات المعلنة آلاف من السحرة الذين غزوا العالم اليوم. صفقات كفرية تعقد في جنح الظلام بين شياطين الإنس وشياطين الجن. صورهم مظلمة شوهاء، وأيديهم ملطخة بدماء الأبرياء. هل هم كفرة فجرة؟ لا والله، بل هم أكفر من مشركي قريش. أكفر من مشركي قريش هو عنوان حلقتنا الأولى عن عالم السحر في هذا البرنامج. وضيفنا الدائم كالعادة فضيلة الشيخ عادل بن طاهر المقبل، رئيس مركز هيئة الفاروق الفيصلية والمكلف بقضايا السحر بمنطقة الرياض. مع مطلع هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أخي الحبيب، الله يحييك يا أخي. من المعلوم عند الناس كلهم أن هذا الساحر المجرم كافر فاجر، وبلاؤه وشره لا يخفى. لكن لماذا يا شيخنا الكريم كمدخل إلى هذه الحلقة، قبل أن نعرض التقرير الأول، لماذا الساحر أكفر من مشركي قريش الذين هم مضرب المثل في الشرك والكفر في مطلع دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما لماذا هم أكثر من مشركي قريش، فإن مشركي قريش أقروا بتوحيد الربوبية، وقالوا لما أرسل الله لهم محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن: يا محمد، قالوا له: نحن ما نعبد هذه الأوثان وهذه الأصنام إلا لتقربنا إلى الله زلفى. أما هذا الساحر فهو يشرك بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وحديثنا اليوم لن نتحدث نحن عن حكم الله ورسوله في السحرة، لأن هؤلاء السحرة معروف كما ذكرت حكم الله ورسوله في كتاب الله عز وجل أنهم كفار. لكن يبقى أننا سوف نعرض عروضا كل عرض كفرهم بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هذه الأشياء التي يجب التحدث عنها، أن هؤلاء تخيل أن هذا يعبد غير الله، يظن أن هذا الوثن وهذا الصنم يقربه إلى الله. أما هذا الساحر يذهب ويذبح للشيطان وللجن عامدا متعمدا، عارفا أنه بذبح هذا لا بد ما يتم له هذا العمل إلا بالكفر بالله عز وجل. ولذلك تأتيه يذبح، إما أن يذبح إلى قبر، إما أن يذبح لشجرة، إما أن يذبح لحجرة، إما أن يذبح للجن صراحة وصراحة، كما سنعرض الآن لوقائع موجودة عندنا. ولذلك صار هو يحطم كل شيء. قد يكون هذا يلتمس لنفسه أنه يعبد هذه الأصنام لتقرب إلى الله زلفى، أما الساحر لا، يكفر بالله عامد، يطرح القرآن بقدمه. لا أحصي كم من مصاحف أخذت وجدت استخرجت من دورات المياه، وسنعرض شيئا منها اليوم في هذه الحلقة بإذن الله. كبت على دورات المياه من أولئك السحرة، وسنعرض شيئا من هذه الصور إن شاء الله. يعتقد اعتقادا أنه لا يتم له هذا العمل إلا بالكفر بالله عز وجل. إذن كلامكم يا شيخنا الفاضل أن السحر والكفر قرينان، لا ما عندنا وصورها تختلف، بل هي أشد مما كان عند الكفار الذين كان عندهم الشرك في الألوهية والعبادة للأصنام وغيرها. الساحر يجمع الشرك فيها كلها. نعم. الربوبية يدعي هو علم الغيب، يدعي هو علم الغيب، يقول أنا أعلم كل شيء وعندي كل شيء وبيدي كل شيء وأنا أنفع وأنا أضر وأنا عندي كل حاجة. كما تفضلتم الصورة أبلغ من الكلام. لعلنا نعرض الآن التقرير الأول في هذه الحلقة
عن مظهر من مظاهر كفر السحرة وأعمالهم التي يتقربون بها إلى الشياطين ويوالون بها أولياءهم من الجن. هذا التقرير ماذا الذي عندنا يا شيخنا الفاضل؟ هذا أحد إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذهب إلى أحد كان يتابع قضية من القضايا، أخونا سلطان يتابع قضية من القضايا على شخص خرج بسحر ودفنه في مكان. الآن إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصفون لكم وضع السحر بالطريقة التي أصلا هم إخوان رضوها من خلال الواقع، من خلال الواقع يصفون لك الطريقة اللي كيف يوجدون فيها الأسحار والأعمال. أنا أراكم الآن في الصورة يا شيخ، هذا المشهد مأخوذ من نفس القضية. يصفون الآن الإخوان وصف لهذه الصورة التي وجدها أخونا ذهب إليها. نعم. الآن إخوانكم الآن خرجوا إلى مثل هذه الأماكن. يخرج الآن علبة. نعم. نعم. في داخل هذه العلبة الآن أعمال، أحيانا نجد هذه الأشياء نجدها في القبور، نجدها في أماكن خربة، نجدها في بيوت مهجورة، نجدها في أماكن صحراوية مدفونة. ومن هذه ما سوف يعرض إن شاء الله بإذن الحي القيوم، منها عجائب كثيرة جدا. استخرجتم الآن العمل. الآن العمل يعني هذا العمل مثل العمل اللي وجده، احنا الآن نصف له الصورة بالطريقة التي كانت موجودة وجدها أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف لما انتقل مع هذاك الشخص. طيب. الآن إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصفوا لكم الحال التي يجدون عليها الطريقة هذه، حفروا الحفرة، أخرجوها كانت على حجرة، الآن يخرجون هذا العمل ويفكونه. دائما في هذه الأعمال إذا استخرجناها متوكلين على الله عز وجل، فإذا نزلنا هذا المنزل قلنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا أمر مهم لأن جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرتحل مكانه. بل من أبسط هذه الأشياء وفوائد كلمات الله التامات أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت البارح من عقرب قرصتني، قال لو أنك قلت أعوذ بكلمات الله التامات ما ضرتك. طيب استخرجتم الآن إخوانكم رجال هيئة مستعينين بالله متحصنين بذكر الله. ما في شك. الآن بدأنا نفك شيء. نصف لكم الآن وصف مضبوط لا لما وجد من أعمال، وكثير من الأعمال جعلناها في هذا الوصف الآن إخوانكم. طبعا يا أخي الكريم ما أشبه الليلة بالبارحة. لبيد بن الأعصم من أسحر يهود، ولما سحر النبي صلى الله عليه وسلم وضع سحره في جف ذكر ثم وضع تحت راكوفة. الآن العمل الكفر ملة واحدة، السحر ملة واحدة ينتقل. الآن سبحان الله العظيم الفارق بين لماذا وضعه في جف ذكر وضع لأجل يحافظ عليه من قضية التأثر بالعوامل الجوية أو الأمطار أو المياه. الآن اللي حاصل أنهم يلفونها في إيش؟ في بلاستيك وخرق وأشياء حتى يحفظ هذا ما يمس. وستشاهدون أشياء كثيرة جدا. الآن فتحتم الأغلفة التي عليه. الآن الأخوان يفكون بهذه الطريقة مع الفك الحقيقة. الآن هذه الأشياء التي وجدها أخونا جزاه الله خير من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف الله يبارك فيهم جميعا. وجد يصف نفس الطريقة التي احنا نصفها بنفس الشكل التي والذي وجد يعني العمل فيه هو عبارة عن يعني أشياء الآن تفك مضبوطة. مع الفك تقرأ المعوذتين، ويجب الحقيقة أن يكتفى بالمعوذتين، يعني يجب أن يعلق الناس بالله عز وجل. يعني أحيانا في فك بعض الأعمال يقال اقرأ سورة كذا من آية كذا من صفحة كذا، اقرأ سورة كذا. فكثير من العوام اللي يجدون بعض الأسحار عند العاملات والشغالات يقول لا ما يفكه إلا من عنده خبرة في هذا الجانب. نحن نقول عندنا كلنا نستطيع أن نفك هذا أمر مهم جدا وسنأتي عليه شيخ. الآن الإخوان يفكون أخرجوا من هذه الكيس عبارة عن رأس سمكة وهي التي وجدها عضو الهيئة جزاه الله خير بنفس الصفة الآن. طبعا هنا الآن الرأس هذا وضع. إيش المقصود في قضية الوضع في هذه الطريقة الآن إيش المقصود فيها الآن نحن نعرض لك هذا الشيء إذا وجد لا قدر الله عند أي شخص، وجد مع أحد الوافدات العاملات لأنهم يعتقدون هذا الاعتقاد، وإن كنا سنتحدث إن شاء الله عن السحر الآخر. هذه العقد الآن الموجودة تلف وتعقد، والله جل وعلا يقول من شر النفاثات في العقد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عقد عقدة فنفث فيها فقد سحر. الآن هذه العقد الموجودة الآن هذا عبارة الآن الرأس، هذا الرأس فك الآن، وأيضا الرأس فيه معقود عليه بعقد مربوطة عليه هذه العقد، ونفث على كل عقدة بهذه الصفة. نحن الآن نصف لإخواننا
كيف الطريقة التي يعملها السحرة. وهذه يستفيد منها كل مشاهد في الحقيقة إذا وجد مثل هذه الأعمال. الفك الآن المقصود بكل عمل موجود يفك، والصوت يا شيخ الفك نعم. يقرأ عليها المعوذتين. لأننا نحن نشاهد الصورة الآن، نحتاج إلى إيضاح منكم ما الذي يعني يقوله الإخوان في خلال الفك. الآن أثناء الفك يقرأ المعوذتين نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سحر وهو أحب الخلق إلى الله وأعز الخلق على الله عز وجل أنزل الله عليه المعوذتين ففكت عقده به. وما تعوذ متعوذ بمثل ما تعوذ بهما. نعم. الآن الإخوان يفكون الآن العمل الموجود بالداخل بنفس الصفات التي توجد دائما وكثيرا في الآن. هذا العمل موجود. هذا الآن استخرج في قعر الرأس، في رأس، أحيانا تجدها أحيانا في بطون بعض الحيوانات، في بطون بعض يعني الذبائح الموجودة توضع، تدفن في قبور، تدفن في أماكن مهجورة، كل أنواع الطرق. هو لا يشتغل إلا في الظلام، هو أصلا عنده في حياته ظلمة، ولذلك لا بد أن يعيش في الظلام من عهد بعيد، وهم يدخلون بوضع تحت ركوفة تحت الأرض في بئر مهجورة، بئر خربة وضعها بهذه الطريقة. طيب الآن استخرج الآن يا شيخ استخرج الآن العمل، كل عقدة موجودة أثناء العقد تفك ويقرأ عليها بالمعوذتين، ينفث عليها بالمعوذتين. الآن تلاحظ هذه الأشياء العقد الموجودة. طبعا أنا لن أتحدث عن قضية العقد وفكها، لأن الحقيقة أرى أنه لا بد أن يطرح برنامجا خاصا عن كيف يفك الإنسان العقد وكيف يتوكل على الله ويرتبط بالله وما يلجأ إلى أحد. ما يقول أنا أودي هذا العمل إلى رجال الدين، كلنا رجال دين، احنا ما عندنا كهنوت، وهو أمر ميسور وفعال في إبطال السحر. وسنضرب إن شاء الله فك هذا في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. نعد المشاهدين في الحلقة القادمة سنخصصها في إبطال وفك الأسحار. نعم. كيف الإنسان إذا وجد قدر الله عز وجل عليه وجد أن يفكها بالطريقة. لا حديثنا اليوم طيب يا شيخ الآن حفظك الله ورعاك، الآن هذا العمل استخرج السحر، هذا عبارة عن عمل موجود أيضا لف في قطعة من الجلد، وبعض الجلد لف عليه بعض الأعمال ولف عليه بعض البلاستيك يعني للحفاظ عليه من عوامل التعرية أو المياه أو الأشياء التي ممكن يحصل فيها. الآن مع الفك تقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وتنفث. نعم. وينفث على نفس مع القص، على نفس القص. نعم. وإن شاء الله سأوضح بالتفصيل في زي ما قلت في حلقة سابقة إن شاء الله قادمة إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. الآن استخرج يا شيخ العمل. الآن العمل استخرج عبارة عن ماذا يا شيخ؟ عبارة عن عمل، طبعا كل عمل له يعني له أعمال خاصة. أحيانا ممكن يكون آثار عقد عليها فقط، وممكن يكون كتابات كتبت من السحر، لأنه عبارة عن عقد ورقى وتمائم أبخرة يبخرها، كل نوع من الأنواع. وهذا علم سماه رب العالمين علم، لكنه علم هدم، علم ضلالة، علم إفساد. الساحر ينوع طرق الإضلال للعبد، يعني لابد أن يعرف مسألة مهمة جدا احنا تكلمنا عنها في حلقات سابقة، أن الساحر يذبح لغير الله عز وجل، لكنه أحيانا ينوع طرق الشرك للعبد. فالآن أحيانا مثلا يعني يوقع في الشرك بطريقة مثلا يجلب له، مثلا أحيانا يأمره أن يذبح يتعلق تميمة، أحيانا يأمره أن يأخذ من تراب قبر من القبور ويضع تحت رأسه أو يتكحل به أو يحل في ماء ويشربه، ويظن أن تربة هذه القبر تنفعه وتضره إذا لم يعتقد بها. يعني الشرك يجر بعضه بعضا. الآن هذا العمل استخرج ووضع الآن في طبعا في بعض الأعمال الحقيقة يعني الآن في طريقة فكها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أم المؤمنين رضي الله عنها سألت قالت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال أما أنا فقد عافاني الله. طريقة الحرق أيضا فيها قضية، فيها تفصيل. متى يحرق العمل؟ هذا سنأتي عليه في الفك بإذن الله تعالى في حلقتنا القادمة. الآن الشيخ انتهى تقريبا العمل في الآن العقد بقي فقط الأربطة والعقد. الآن العقد الموجودة هذه تفك، وإن شاء الله زي ما أخبرتك أنها تجمع هذه الأشياء كلها بعدها ثم يقرأ عليها بالمعوذتين وتحرق. ومن العجائب يعني التي رأيناها في فك بعض هذه الأعمال، أتذكر رجل كانت ساحرة امرأة، وهذه الامرأة كانت ساحرة وكان عمرها تقريبا 70 سنة، ولما يعني وهو يمشي معها ما يتجاوز عمره 35 37 سنة، وكل ما تكلمنا بعد ما ألقي القبض عليها تكلمنا عنها وكذا، كانت سبحان الله العظيم ينفر ويصيح ويتكلم لا تتكلم عليها. جت توجيهات من ولاة الأمر وداهمنا البيت وفتشنا الأغراض وأخذنا الأعمال السحرية الموجودة، وكان في شنطة، كان يقول لا تأخذ هذه الشنطة، لا تفتحها. الرجل قلت نأخذها وإن شاء الله ما فوجدت فيها لي عبارة عن لي
مسكر من اليمين ومن اليسار بشمع، سحبته ثم قرأت عليه المعوذتين، سبحان الله العظيم بمجرد فتحة انتفض كالطائر، ثم قال أين أنا؟ لا إله إلا الله. أنا لي 3 سنوات والله ما رأيت أبنائي، لا إله ولا رأيتهم ولا شاهدتهم بعيني. بأثر هذا السحر. الصرف صرفتها عن أبنائه وعن أهله وعطفتها إليه 70 سنة عمرها. الحقيقة وردتنا العديد حقيقة من الرسائل من السادة المشاهدين، ويعذرنا مشاهدينا ومشاهداتنا الكريمات في كل مكان. الرسائل وردتنا حقيقة كثيرة ولم يعني حقيقة نتح لها مجالا في حلقات مرت، لكن بإذن الله اعتبارا من هذه الحلقة سنخصص وقتا يعني بإذن الله إضافيا لرسائلكم ومشاركاتكم التي أرسلتموها على البريد الإلكتروني، وأيضا على رسائل الاس ام اس على جوال البرنامج. رسالة يا شيخ من إحدى الأخوات لم تذكر اسمها، أرسلت برسالة حقيقة يعني مؤثرة جدا. تقول هذه الأخت بلهجتها: أبوي يقضي طول ليله ونهاره يقرأ في كتب سحر، ويجلس يسوي خلطات ويقول لنا بلسانها: اشربوها واغتسلوا فيها علشان تتزوجون. بس احنا الحمد لله إيماننا قوي، والله يا شيخ أنه كل يوم سوي لنا مشاكل بسبب هذه الكتب. إيش الحل؟ الحل أن هذا اللي قاعد أبوك يقرأه الآن يفعله باطل باطل، فأنت هذا الباطل الموجود اكذفي عليه بالحق، اضربيه بالحق، والحق هذا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو إيش؟ زهق، يزهق، يروح يطير، ما عاد يبقى شيء. سورة البقرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة. اقرئيها بنية أنه لا يستطيع إليك، فإذا اعتقدت اعتقادا جازما بأنه صح الخبر عن سيد البشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت قرئت فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ولا تستطيعها البطلة، إذا لن يكون هناك لا سحر ولن تستطيع الشياطين تعين والدك. سنكمل يا شيخ، أنا أدركني الآن الفاصل، سنكمل إن شاء الله إجابة سؤال الأخت الفاضلة بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا، بعد فاصل لدينا العديد من الرسائل وأيضا من المشاهد التي سنعرضها لكم، كونوا معنا. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. عدنا أيها الأحبة، والعود أحمد، مثنين على ربنا مصلين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا عرضنا يا شيخنا الفاضل قبل الفاصل رسالة الأخت التي تشكو أن والدها دخل في هذه الأعمال السحرية وهي معه في البيت، وتقول أذكر السادة المشاهدين والمشاهدات الكريمات أنها تقول: بحمد الله إيماننا قوي، لكن ماذا نفعل مع هذا الوالد الذي ابتلي بمثل هذه الأمور؟ ذكرتم شيخ قضية التحصن بذكر الله والبقرة، أترك لكم المجال للإكمال ما يتعلق بقضية لابد تعلم ويعلم كل مشاهد أنه بتلاوة هذه الطلاسم وقراءتها في البيت أنها تجلب الشياطين في البيت. فوش اللي يدمغ هذا الجانب؟ سورة البقرة، الحق صح. سورة البقرة تطرد هالشياطين، ما عاد لها سبيل إليها. ثم يا أختي تخيلي لو أن أبيك في غرفة جالس وولعت فيه النار، ولعت فيه نار، كلنا سنبادر بإطفاء هذه النار. فاتق الله عز وجل، خافي عليه من عقوبة الله عز وجل، خافي عليه، ناصحيه مرة ومرتين، وادعيه إلى لا إله إلا الله، وادعيه إلى التوحيد، وعلميه أن هذا الأمر أمر خطير، وأنه أمر لا يرضى الله عز وجل ولا يقبله الله عز وجل، وقد تؤذين من والدك. اصبري، فإن الدعوة إلى التوحيد لا بد من الدعوة إلى التوحيد والصبر على لا إله إلا الله. فأنا أقول اصبري يا أختي، واحرصي على والدك وجاهدي، ثم قبل أن تدعين عليك بالدعاء لله عز وجل، اللي نواصي العباد بيد رب العالمين وقلوبهم بين إصبعين من أصابعه. ادعيه إن الله جل وعلا يهديه ويرد إلى الحق ردا جميلا، وأن الله يبغضه. وركزي بتلاوة سورة البقرة في البيت وقراءة آية الكرسي. ترى آية الكرسي تطرد الشياطين، وما رأينا أعظم من آية الكرسي على الشياطين. والله إذا قرأت آية الكرسي تتفرقع الشياطين. الله أكبر. ولعلي إن شاء الله يكون عندنا من الوقت بإذن الله تعالى ما سنعرض نقص بعض القصص عن آية الكرسي. عجب عجاب. الأخت الكريمة أيضا تتابعنا في هذه الحلقات، سنعرض الكثير من وسائل إبطال السحر وأيضا التوقي ضد أعمال السحرة ومعالجة مثل هذه الأمور. دعني شيخنا الكريم، الآن بقي عندي أيضا العديد من الرسائل، لكن نعرض الآن التقرير الثاني في هذه الحلقة، وهو
مظهر آخر من مظاهر كفر السحرة عياذا بالله تعالى. نشاهد الآن التقرير على ظهر معنا إن شاء الله على الشاشة. هذا بحر يا شيخ. هذا الحقيقة إخوانكم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين أن الله أوجدنا يا أخوان في هذه البلاد. اللهم لك الحمد. أوجدنا في دوحة الإسلام. والله إننا نغبط من إخواننا أهل التوحيد في كل مكان. هذا إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جدة. نعم. الحقيقة على ساحل لهم البحر جهود الأحمر. نعم. في ساحل البحر الأحمر. الحقيقة الأمير الحقيقة سلطان بن سلمان يعني المسؤول عن السياحة يسوون تمشيط لقضية البحار، والحقيقة أنهم يستخرجون الأسحار الموجودة، والحمد لله نعتقد اعتقادا أن هذا الشر وهذا لابد من إخراجه. الآن إخوانكم من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستخرجون هذه الأسحار وهذه الأعمال التي وضعت في علب بلاستيكية ورميت في البحار. قلت لك الساحر ينوع طرق إفساد العباد وتفريق بين الأزواج وتعبيد العباد لغير الله عز وجل وربطهم بالشيطان الرجيم، لكن ينوع لهم طرق هالإفساد. يوم يحطه في حيوانات ويدفنه في البر، ويوم يضعه في البحار. الآن أنت تشاهد إخوانك من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هيئة جدة الآن يفكون هذا العمل بعد أن استخرج. وكان فيه الحقيقة نشيد بجهود بعض الإخوان اللي هم الغواصين، بعض الإخوان جزاهم الله خير عندهم الحقيقة هواية الغوص، وأنا أقول اجعل هذه الهواية هواية الغوص عبادة. نعم صحيح. اجعل هذه الهواية عبادة، لعل الله جل وعلا أراد بك خير حينما تغوص في هذا البحر فتخرج عملا تفرج عن أسرة بأكملها. هؤلاء الحقيقة مجموعة من الغواصين المحتسبين مع إخواننا في سلاح الحدود جزاهم الله خير، وهم يحسنون إلى أولئك الذين ربطوا بهذه الأعمال. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. فأنا أقول هنيئا لهم والحمد لله أن الله شرفهم، وأقول لكل غواص اجعل هوايتك عبادة. هذا جميل أن ينبه الذين يرتادون البحار واحتسب أن يستخرج مثل هذه الأشياء يحسن إلى الناس. ترى السحرة يعني سبحان الله العظيم ينوعون. الآن هذا العمل في علبة طلعوها الآن فتحت العلبة. فتحت العلبة. والعمل الأولاني كان معقود عليه بعقد، يعقد ويسحر وينفث عليها بريكه النجس مستغيث بالشيطان كافرا بالرحمن جل في علاه. ثم إخوانكم الآن يستخرجون هذه الأعمال، وأسأل الله جل وعلا أن يحرم أيديهم عن النار. فوالله إن هذا العمل من أجل الأعمال وأفضلها وأطيبها وأزكاها. فليحمدون الله عز وجل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله هيأ لهم دولة تعطيهم من المال وتعطيهم من الرواتب ومن الوظائف، وتأمرهم أن يأمرون بالتوحيد ويأمرون بأعظم الأمر أعظم المعروف وينهون عن أعظم المنكر وهو الشرك. لابد وأنا أقول هذه الرسالة اليوم أودي أوجهها لإخواني رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترى أعظم معروف هو التوحيد والدعوة إليه، وأعظم منكر اللي هو الشرك. فأنا أقول يا إخوان الحمد لله أنعم الله عليكم بهذه الدولة، استعينوا بالله وحاربوا المشركين وحاربوا هؤلاء الذين يريدون أن يعلقون الناس بغير رب العالمين. ترى الساحر مجرم. الساحر لو لم يكن عنده من الأشياء التي يعلق بها إلا أنه يسلب إرادة الإنسان. ممكن تسرق مالي، ممكن تأخذني بالقوة، ممكن تضربني، لكن أن تسلب إرادتي لا. نعم. الآن إخوانكم الآن يفكون هذه الأسعار. الآن تم فك هذه العقد الموجودة الآن. طبعا العقد الموجودة الآن معقودة على أشياء. إيش الأشياء الموجودة بالداخل؟ قد تكون ملابس داخلية وهي عبارة عن أثر أو شعر، أو تكون أكرمك الله وأجلكم المشاهدين حفائظ نسائية مستخدمة توضع معها بعض الآثار، ثم يوضع معها شيئا من القرآن احتكارا وامتهانا لكلام الرحمن جل في علاه. ولذلك يا إخوان لابد أن يعرف إن من أخطر الأسحار الموجودة أخطار من ينتسبون إلى الإسلام، لأن الساحر النصراني أو اليهودي أو الأسحار هؤلاء أخذوا هذه عبارة عن حضارات وكفريات، لكن هنا جمعوا هذه الطلاسم والرموز والحروف والأرقام ثم ما ضعوا معها شيئا من القرآن احتكارا وامتهانا وقربانا للشيطان. ولو تشاهد ماذا يصنعون في كتاب الله سوف يشاهدونه. هذا ما سنعرضه بإذن الله عز وجل في ثنايا الحلقة. الآن إخوانكم من رجال هيئة الآن السحر فك يا شيخ. هذا السحر بعد استخراجه من البحر. يبدو أن هذه الأعمال المفكوكة الآن يفكونها هي عبارة عن قطع من البلاستيك زي ما لفها في السمكة كما فعل في البر يفعل الآن في البحر. في البحر عس ما يذوب مع الماء. نعم يا أخوان
والله الذي لا إله غيره ما أشد حرصه على الإيذاء والله والكفر. إن الساحر يا ليته يسرق أموال الناس. صحيح. يسرق أموال الناس ويسرق يا أخي عقائدهم. صحيح. ويسرق سعادتهم ويسرق بسمتهم. كم من أم تتمنى أن ترى أبنائها والله إني ما أحصي من النساء. عندي قضية الآن قائمة، أم هاربة من البيت من أبنائها، لا إله إلا الله، تقول رجعوني، ما تقدر تفتح الباب وتخرج. وردتنا رسائل يا شيخ بهذا الخصوص يعني يدمى لها القلب في الحقيقة، سنعرض جزءا منها بإذن الله. الآن إخوانكم من رجال هي الآن يعني يستخرج الآن السحر يا شيخ. الآن يبدو أن هذه البلاستيكة الموجودة فيها في داخلها بعض يعني الأوراق التي كتبت. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن واضح، الآن يبدو أنها واضح الحجب الآن المكتوبة بدأت تظهر معنا الأعمال السحرية. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتبس شعبة من النجوم فقد اكتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. النجوم والطلاسم والرموز والمربعات هذه لها دلالات ولها حروف ولها أرقام، كل رقم كل حرف له دلالة وله معنى. بعض هذه الأرقام والحروف تصل إلى حد سب ذات الإله جل في علاه أو احتكار الله عز وجل. سنعرض شيئا من هذه الجوانب جل وعلا. سنعرض شيئا أيضا من هذا الآن مع هذا الفك الآن أسأل الله جل وعلا أن لا يحرم الغواصين نعم آمين من تفريج هذه الكرة. طبعا لا يعرف من هو صاحب هذا السحر. هذا الآن يا شيخ ما الذي وجد أمامنا الآن؟ الذي وجد يا أخي قبل أن أقول الذي وجد ما أخرجه من البحر إلا دعوة في ثلث الليل الأخير. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أم المؤمنين سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ثم دعا ثم دعا فاستجاب الله دعاءه. قال يا عائشة أرأيت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته لربما أن مظلوم أو مظلومة رفع يديه رفعت يديه أكف الضراعة إلى الله في ثلث الليل الأخير أو في بين الأذان والإقامة أو في آخر ساعة من الجمعة قالت يا الله يا من تجيب المضطر إذا دعاه فرق بيني وبين أزواجي أوذيت في بدني. فقال الله الرحمن الرحيم اللي يملك كل شيء وبيدك كل شيء وعزتي وجلال لأن تصرنا لك منه فأخرجه. وأنا عندي شك أن كثيرا من السحرة هذا السحر الذي أخرج الآن من البحر شيخ ما يعرف من هو صاحبه. السحرة يقعون والله إن نستغرب في وقوعهم لكن نعرف أنه ما وقع إلا بدعوة الشيخ الكريم. الآن هذا العمل الذي رأيناه الآن في التقرير الذي عمل له وسحر به ما تعرفونه، ما نعرف، ما يعرف، ما نعرف، لكن فكه الله جل وعلا لما أراد الله عز وجل أن يطلق. سخر الله الغواصين يغوصون داخل قاع البحر هذا ويخرجونه دعوة. الله الذي أنجى ذنون من بطن الحوت من ظلمة الليل ومن قعر البحر والله جل وعلا والذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة التوحيد ما استطاعت طال عمرك هالبحار وهالأسماك إلا أن تخرج هذا. الله ما يخرج من البحر ما يسخرنا نحن لتفريج كربة مسكين مظلوم مكروب يسأل رب العالمين الرحمن الرحيم أن يفرج كربه والله ما يخذلها أرحم الراحمين. معي شيخ اتصال إذا أذنت لي وسمحت لي. تفضل شيخ. معي على الهاتف الآن فضيلة الدكتور قطب سانو الأستاذ بالجامعة الإسلامية في ماليزيا ونائب رئيس مجمع الفقه الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا بكم. نتحدث في هذه الحلقة عن موضوع السحر وكفر السحرة. بودنا بإطلالة من فضيلتكم حول هذا الموضوع وما ترونه في أحوال السحرة وكفرهم بالله العظيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في البداية لا شك أن موضوع السحر من الموضوعات التي لا يشك أحد من المسلمين في كونه من المحظورات من الأمور التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبعة ومن أكبر الكبائر التي يرتكبها الإنسان وخاصة ربما قد يخرج أو يفضي بصاحبه إلى أن يخرج من الملة كما ثبت ذلك عن السلف الصالح في لهذه الأمة. ولذلك عد الشارع الكريم السحر تعاطيا وممارسة وتورطا من الكبائر التي كما قلت وعد الله وتوعد فاعليه والمتورطين فيه بالعذاب العليم يوم القيامة.
فالساحر ملعون وملعون من يأتي الساحر ومن يصدقه. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من أتى عرافا لم تقبل منه صلاة 40 يوما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نصيحتكم يا دكتور لمن يذهب ويلقي بنفسه ودينه على أعتاب أولئك السحرة المجرمين، ماذا يقال لمن يعني يتوجهون إلى هذه الأوبئة؟ يقال لهم أن يعودوا إلى رشدهم، أن يثقوا في قضاء الله وقدره، وأن يتأكدوا ويتيقنوا أن الغيب لا يعلمه أحد، وأنه لا يمكن لأحد أن يطلع عليه، وأن الساحر لن يقدم ولن يؤخر، بل إنه يؤذي ويضر أكثر مما ينفع. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في كثير من تلك الأحاديث التي وردت التي تؤكد أنهم هم كذابون وهم أفاكون وهم غشاشون، وفي الوقت نفسه يعني يكثرون من الوقوع أو اللقاء بين الأحبة، بين الرجل وزوجته، وبين الزوجة وزوجها، بين الأب وولده، وبين الأولاد، وبين الجيران، لما يدسون بينهم من كذيبة ومن أفاعيل التي كلها تؤدي إلى القضاء على أواصر الأخوة والمحبة التي تكون بين هؤلاء الأسر. شكرا لكم فضيلة الدكتور. الذين باعوا دينهم وباعوا إيمانهم وتولوا أمرهم وقضوا على آخر رابطة من رابطة الإيمان في قلوبهم. أشكرك فضيلة الدكتور قطب سانو، شكرا جزيلا لك. كان معنا مشاهدينا الكرام مشاهداتي الكريمات الدكتور قطب سانو، الأستاذ بالجامعة الإسلامية في ماليزيا ونائب رئيس المجمع الفقهي الإسلامي. شكرا فضيلة الدكتور. شيخ عادل، طرح الدكتور ما يتعلق بشيء من جرائم السحرة وأفاد بعلمه، وأفدتمونا بما يتعلق بأعمالهم على الطبيعة ومن واقعهم، استكمالا لما ذكر الدكتور الشيخ. طبعا لابد نعرف يا شيخ أن الساحر المعين الأول للشيطان الرجيم، وأن المرحلة القادمة في فتنة الأمة الآن، هذه المرحلة القادمة في فتنة الأمة هي قضية السحرة. ليش؟ لأن النفوس أصلا مجبولة على ماذا؟ الشيء من الغيب، ولذلك ينوعون السحرة الأيام هذه شيئا من معرفة شيء بعض الأمور، حظك، برجك، حياتك، زواجك، حتى أن بعض الأشخاص ما يدخل في صفقة تجارية إلا بالرجوع إلى هؤلاء، يرجع إلى هؤلاء حتى المجرمين. ما تدخل في زواج إلا بعد الرجوع إلى هؤلاء. إذن هو المعين الأول للشيطان الرجيم، بل هو مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل. كيف لا نقول مركز من مراكز الدعوة إلى الشرك بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب هذا حال المتعلق. طيب اللي يكتب هالتميمة، اللي يأمر الناس أن يتعلقوها، إيش شرها عند الله؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول: فداه أمي وأبي صلى الله عليه وسلم، يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل. هذا السائل كيف بالمسؤول؟ يعني تخيل الواحد يدخل بدينه ويخرج من دون دين. طيب هذا السائل كيف بالمسؤول؟ إذن هو مركز، إذن هو خطير. ومظاهر الكفر في عالمهم متعددة، نسأل الله العافية والسلامة. يعني حدث ولا حرج. الآن النفوس يا أخي الكريم، لو يأتي رجل الآن يقول هذا قد ضريح قبة نبنيها مثلا في مكان، في أي مكان من الأماكن، تعال زوروها، النفوس ما تقبل أن تذهب إلى هذا. لكن شوف كم واحد يذهب إلى ساحر متأولا مريضا مفتى، حدث ولا حرج بهذا الجانب. ثم إن الفتنة القادمة الآن للشيطان قاعد يصنع السحرة الأشرار، ولذلك أكبر دليل على صناعة السحرة هذه الأيام خروجهم في القنوات الفضائية. خروجهم إيش؟ لأن تخيل الآن يا أخي أهل عباد سدرة هالقبور كانوا في زمن من الأزمان يعني يأخذون أموال الناس أتوات ويأكلونها هم وأبنائهم. تخرج جيل من أبناء هؤلاء أصبح الآن متعلمين مهندسين بمظاهر جديدة. هو يعرف هذا الطبيب وهذا المهندس أن أبيه أصلا جاهل وأنه لا يرجع إليه، ولذلك تجد تمرد على هذه الجوانب. لكن السحر شيء كل النفس مجبولة عليه. أنا أبغى أشوف حظي، أبغى أشوف مرضي، يعني الآن حتى خرج في قضية الآن العمليات الجراحية في قضية السحر أنه بس مجرد يدخلك ويعالجك، مع العلم أن التفصيل في هذا الجانب لأن نفصل سيأتينا إن شاء الله بإذن الله تعالى. نستأذنك في فاصل قصير بإذن الله تعالى، وسنعود بعد الفاصل.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. عدنا أيها المشاهدون ومشاهداته في كل مكان، والعود أحمد مثنين على ربنا مصلين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شيخنا الكريم، من عادتنا في حلقات هذا البرنامج أن نقدم ملخصا فقهيا، وبين يدي خلاصة سريعة جدا فيما يتعلق بكلام أهل العلم أئمتنا من المذاهب المختلفة في حكم السحر. اتفق العلماء على أن تعلم السحر وممارسته حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، هذا لا خلاف فيه أبدا. وأما كفر الساحر فقد ذهب الجمهور من أهل العلم الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى تكفيره، بينما ذهب الشافعية إلى أنه لا يكفر إلا إذا كان في عمله ما يوجب الكفر. هذا ملخص كلام أهل العلم من المذاهب المختلفة فيما يتعلق بحكم الساحر، والمراجع موجودة ربما تظهر للمشاهدين على الشاشة: الحنفية فتح القدير حاشية بن عابدين، المالكية في مواهب الجليل والفروق، الشافعية في شرح النووي على المسلم وشرح القليوبي على شرح المنهاج، الحنابلة في كشاف القناع وكتاب المغني. هذا يا شيخنا الكريم يقودني إلى أمر. خلاصة كلام أهل العلم في هذا، ربما يتوهم بعض الناس لما سقنا كلام أئمتنا من المذاهب المختلفة أن الشافعية في قولهم الذين انفردوا به عن الجمهور ربما يرون أن ما عرضناه الآن من أعمال السحر الكفرية يدخل في هذا الجانب. كيف يفهم قول الشافعية في مثل هذا، مع أنهم صرحوا في قضية إن كان في عمله ينظر في عمله؟ وهل يتعارض هذا الكلام يا شيخ مع قول الجمهور؟ طبعا نحن لابد أن يعني متفقين على أن هذا البرنامج ليس برنامج إفتائي. نعم، لكنه يفيد ولا, فقط. نعم. ولا نقرر قضايا يعني يقررها علماء الأمة، لكن نتحدث عن قضية جانب معين من هذه الجوانب، اللي قضية هذه الأبخرة. أضرب لك مثالا. بعض أهل العلم يقول أن الساحر إذا سحر بأدخنة وأبخرة فإنه لا يقتل، ويرون أن من هذا الجانب أن هذه أبخرة وأدخنة. نعم. هذا الكلام بس إذن لي شيخ، هذا الكلام تفضل يحتاج إلى تفصيل مضبوط الله، ويحتاج إلى طرح في بحث علمي. شوف يا أخي الحبيب، الأبخرة والأعشاب هذه، في بعض الأبخرة مثلا تصرف الإنسان عن جماعه لزوجته، مجرد بخور، مادة أو مادة توضع نعم. تجعل الإنسان ينصرف عنها. ربما أن أهل العلم نظريا هذا الرأي نظريا يعني مشكلة. لكن قضية أنه بالأبخرة يدخن ويصرف، أنه ما هذا الأمر فيه، فأنا أحتاج أني أورد قصة. يعني رجل اتصل يقول تزوجت بامرأة، هذا واقع عندنا، تزوجت بامرأة جديدة وزوجتي الجديدة فوق وزوجتي القديمة تحت. طيب. تقول فوجئت بأن زوجتي وضعي طبيعي معها، يقول بعد مرور شهر اختلفت تماما. يقول بدأت أدعو الله عز وجل، أدعو الله، كشفت عند الطب، يقول دعوت الله، يقول هو بقدر من الله عز وجل رفعت سماعة الهاتف فإذا زوجتي تكلم أختها وتقول أن هذا الرجل الأفريقي التكروني أعطاني بخور واحدة بوحدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول بخور. نعم. نحن الحقيقة جاب أن الرجل سجل الرجل هذا الكلام وقال أنا الآن وقعت بين المطرق والسندان، بين أم عيالي وبين زوجتي، لا أترك هذه تظلم ولا أترك هذه ظالمة. نحن غالبا في مثل هذه المسائل نعرف أن الذي يدفع المرأة غيرتها وإن كان وقعتها، نحاول نستصلحها ونحاول نصلح كثير، وعندنا كثير من القضايا حاولنا استصلاحها وأخرجناها من هذه القضية في اعتقادها في الذهاب إلى السحرة. أحذرت المرأة وطلب منها وذكرت بالله عز وجل وأخطأت وأقرت وقالت أنا مستعد بالدلالة على الساحر. أرسلنا عن طريقنا معها امرأة وعرضت مشكلة امرأة أن زوجها تزوج عليها وانصرف عنها وتريد أن تصرفه عن زوجته الجديدة وتعطف إليها. أبدأ هذا الرجل استعداده، وفي الموعد المحدد راح وسلمناه مبلغ من المال وسلمناه أبخرة، قبضنا عليه. هي أبخرة، متلبس الآن، متلبس أبخرة. وإيش عندك غير هذا؟ قال شوف أنا لا أقرأ ولا أكتب. من وين الحجب؟ قال أنا لا أقرأ ولا أكتب، أنا ما عندي غير هذه الأبخرة. طيب طريقتك
في هذه الأبخرة؟ قال أنا آخذ هذه الأبخرة، لا بد أن تعرف قواعد، لا بد تعرفها، أن السحر ما يمكن يتم للساحر إلا بقرابين يتقرب به إلى الشيطان الرجيم. هذا وفي قاعدتين مهمة جدا، هذه الناحية العملية نستفيدها منكم بحكم عملكم يا شيخنا. في قاعدتين نحن مهمة نحتاج جدا إلى التطبيق العملي. لابد تعرفها. إيش مصلحة الساحر من الشيطان وإيش مصلحة الشيطان من الساحر نتحدث عنها بعدين، لكن ما يمكن يتم السحر للساحر إلا بقرابين يتقرب إليه. ولهذا جاب السحر هذا الرجل، تقول له وين هذا الشيء؟ يقول لك أنا ما عندي، لكن ربنا جل يقول أنا آخذ هذه الأبخرة، شفت لا، فأنفث فيها بكلمات، هذه الكلمات لو فككتها أنت، حنا اتفقنا في بعد الحديث أن السحر إيش؟ علم، نعم، لكن علم هدم وعلم ضلالة، وله وسائل مختلفة. هذه الكتابات اللي أنت تكتبها ممكن لو ترجع إلى حروف وأرقام، ممكن ترجع الحروف والأرقام إلى كلام يقال. فيقول أنا أجيب هذه الأبخرة ثم أتمتم عليها وأنفث عليها بأشياء، ثم أأمر هذا الرجل أن يتبخر في أوقات معينة. هذه الأوقات الإشراق، النبي نهانا عن الصلاة في هذا الوقت، بين قرني شيطان. صحيح. 2 عند الكيلولة النبي يقول كيلوا فإن الشياطين لا تقيل. عند المغرب، ليش عند المغرب النبي يقول امسكوا صبيانكم فجة العشي فإن الشياطين تطلع في هذا الوقت. فيقول أنا أبخر هذه الأبخرة باستقسام استقسمت، وهذا كلام قال شيخ الإسلام، قال ويعزم المعزم، قال ويعزم المعزم بعزائم يستقسم بها على الشياطين فتطيعهم صغارهم تعظيما لكبارهم، تطيعهم على هذا الجانب. وهذا مصداق قول الله عز وجل من شر النفاثات إيش؟ في العقد. هذا عقد عقدة، ما كتب عقد ونفث. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. إذا السحر لا يلزم أن يكون مكتوبا، ولذلك الآن يجب أن تطرح هذه المسألة. هذا الساحر لو عزم على هذه الأبخرة أو عزم على خرقة وعقد عليها، أليست هي سواء؟ بلى. أليست هي سواء؟ بلى. فلماذا يفصل هذا؟ قد يؤخذ من كلام أهل العلم أن هذه الأبخرة عندنا دجالين وخداعين، مشعوذين مخدعين، نعم. مضبوط، يأكلون أموال الناس بالباطل. منها تجيه المرأة يقول لا اسمعي أنت، مضبوط ولا لا، تدفعين 10,000 ريال وتحطين هذه الأشياء مع القهوة وبتشوفين ترى بيتغير معاكي ومع حرمة الجديدة. إذا ثبت هذا تدفعين 50,000 ريال. تقوم تحط له كافور، أليس الكافور ثابت عنه جنسيا؟ تحط له فتصرفه عن زوجته، تقول وقع السحر، والقضية في هذه المادة. ما هي إلا خدعة وكذب. إذن خلاصة كلامكم يا شيخ الذي فهمته منك أن ما يكون في عمل السحرة الآن في كفرهم وتعلقهم بالشياطين وقرابينهم هذا ما يختلف فيه أبدا عند أحد من أهل العلم، ما يمكن أبداً. يتم السحر للساحر ولا يمكن عمليا إلا بهذه الأعمال. الوقائع الذي يتحدث عنه، الوقائع الموجودة عندنا بالضبط. نعم. أولا يا أخي يكرر أئمة الهدى من أئمة الدعوة أن نواقض الإسلام 10، نقض السابع قالوا السحر، وهو صرف وعطف. ما يمكن يتم السحر الساحر بالصرف والعطف إلا بقرابين. هذا تقرير آخر يا شيخنا الكريم، أيضا من التقارير المصورة التي تثبت أيضا مظهرا من مظاهر يعني كفر السحرة. نسأل الله أن يكفينا شرهم ويكفي المسلمين والمسلمات شرور هؤلاء المجرمين. آمين يا رب. ما الذي نشاهد يا شيخنا الآن؟ خل هذا الموضوع، أنا قلت للإخوان لابد في حلقة سابقة ركزوا على الخرقة الحمراء. اي نعم، هذا ذكرناه في الحلقة. نعم صحيح. وبقول لهم بعد والآن نعود إليه. لماذا الخرقة الحمراء؟ ترى فيه رجل بيخرج يرقص ولابس ثوب أحمر. طيب نعم. لابد يعرف يا شيخ أن الشيطان، أن الساحر لابد يقرب قرابين متفقين للشيطان. نعم صحيح، هذا عمليا متفقين لا عليه. يلزم أن يكون القربان ذبيحة تذبح. نعم صحيح. الآن الخرقة الحمراء لها دلالة. نعم. في داخلها دجاجة. ما الذي في الخرقة الحمراء يا شيخ؟ دجاجة، عبارة عن دجاجة. هذه الدجاجة أخذت الحقيقة لأجل أن تسفح وتذبح لغير الله عز وجل. لا إله إلا الله. مضبوط ولا لا؟ هذا السحر أخذ من شخص وعمل له، وجد عند بيته وأخذ هذا السحر. تصور الآن يا أخي الكريم إيش معنات هذه؟ مضبوط ولا لا؟ احنا اتفقنا أنه علم. عد معي البيضات كم؟ 3 4 4 5
ما زالت نعد 6 السادسة. عدوا معنا مشاهدينا الكرام. 7 هذه البيضة السابعة. 8 ما شالت يديه جزاه الله طيب. خير. مع ان احنا منتقين اكبر واحد من اعضاء الهيئه يديه كبيره ما شاء الله، بس البيض كثير، ولهذا عجز الاخ الفاضل عن 11. إيه 11 ايش معنات ال 11؟ إيه مقصودة، اذا هي مقصودة خلاص. ايش بالموجود الان؟ سكاكين. نعم. اذا القربان وشه؟ هذه كلها شيخ، عفوا يا شيخنا، داخل كانت كلها داخل الخرقه الحمراء، سكاكين والبيض والدجاجة داخل الخرقه الحمراء. جميل. الان هذه ايضا 11 سكين. ايش المقصود بها؟ الدجاجه الحقيقه قبل ان تذبح كانت حيه. المقصود اذبح بهذه السكاكين. نعم. وهذا القربان قدمته عباره عن بيض، قضية الذبح، وهذه امواس، وهذه دبابيس. يعني صور الكفر دبابيس. ايش المقصود فيها؟ ايش المقصود فيها؟ المقصود فيها ال11. المقصود فيها انها ماخوذه للايذاء، للقتل، للتدمير، للافساد. النبي صلى الله عليه وسلم سحر وعقد عليه، عقد له ب11 عقده، وانزل الله عليه المعوذتين 11 عقده. فكان يقول ابن حجر يقرا، النبي كان حديث فيه، كان يقرا عند كل عقده وينفث حتى إذا جاء عند آخر عقدة فكأنما نشط فداه أمي وأبي من عقال. إذن هذه الكرابين جمعت كلها أخذت خلاص، وضعت في إيش؟ هذه الإبر الموجودة ما أشبه الليلة بالبارحة يا أخي الكريم، سحر واحد للإيذاء. لفت في الخرقة الحمراء. إيش معنى الخرقة الحمراء؟ أنتم شاهدتوا ذاك الرجل الذي يجلد نفسه بالصوت؟ سيأتي إن شاء الله. يأتي ولا بيجي ولا؟ وعندنا الآن في إشارة البرنامج، وكثير من المشاهدين يقولوا من هو هذا اللي يجلد نفسه؟ وهو مفاجأة بإذن الله، سنعرض أمره بإذن الله. نعلم نقول وش معناه. يمكننا سبق وأن عرض، لكن بالتفصيل هذا والربط هذا ما بعد ربط. هذا كلام. إذا نخليه حتى نجي نربط إيش الفارق، إيش معناه. الآن يا شيخ هذا السحر الآن فكت منه هذه الإبر قبل السحر تأذن لي حبيبنا أنه لا بد أن يعلم أنه لا يمكن يتم السحر للساحر إلا بكرابين. كيف الكرابين؟ هل هو مثل ما قررنا كم مرة يجيب ويذبح؟ لا. الآن العمل ذا طلب من شخص يعمل له عملا أن يأتي بكرابين. جاب له الدجاجة، جاب له إيش؟ عدس. ممكن عدس، ممكن بيض. المسألة ما هي يا شيخ عدس ولا فيل يجيبه ولا دجاجة. اعتقاد في القلب. إذا وجدت نية التقرب تكفي يعني. قال في قوم حطوا نصف مكان طريق ما تمر حتى تقدم لإلههم صنمهم، فجاء واحد قال ما أقدم أنا، فذبح فدخل الجنة. وجاء واحد قال ما عندي شيء يقدمه، قال قرب ولو ذبابة. هل تتصور أهل العلم حط الذبابة هذه في باب إيش؟ باب الذبح لغير الله. تتوقع أن جاب الذبابة ذي وذبحها؟ هي قضية اعتقاد في القلب، نية التقرب لغير الله، اعتقاد القلب. الآن هو يقرب هذه الكرابين، سواء عسل يصب على صخرة، أو خيط يربط على شجرة، أو قفل يوضع على مقبرة، كل هذه تقربات وأعمال شياطين. لعلي شيخنا استعرض رسالة أو رسالتين من رسائل المشاهدين الكرام. الحقيقة مشاهدينا الكرام، مشاهدات الكريمات، أتوجه بالشكر لكل من يعني أرسل رسائل الثناء والمتابعة من شتى بلدان العالم الإسلامي، وهي حقيقة تدفعنا إلى المزيد من العطاء. نسأل الله عز وجل يبارك في ضيف هذا البرنامج وما يقدم فيه. أبو أنس من ليبيا أشكركم الشيخ عادل على البرنامج، ويقول أكثر من مثل هذه البرامج الطيبة. وأيضا رسالة أخرى من أخونا عبد الله من العراق، يقول بارك الله فيكم وثبتكم على الدين وجزاكم عن الأمة خيرا. يقول في كلمة مؤثرة جزاه الله خيرا: والله إن دموعي نزلت وأنا أكلمكم وأرسل لكم. جزاه الله خير الأخ عبد الله. الله يا أخي يجزاك خير، ونحن نحتاج إلى دعائكم يا أخي، نحتاج إلى دعائكم، وسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم شكر هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا في بلادنا بدعوة التوحيد. والله إننا نعتقد أن هذا حق الله عز وجل نؤديه، وبما أن الله أنعم علينا في بلاد التوحيد في قبلة المسلمين بولاة أمر يعينوننا على تقديم التوحيد، نقول يا ناس هذه دعوتنا، معذرة إلى الله، إن علينا إلا البلاغ، ما علينا، إن عليك إلا البلاغ، ما علينا إلا أن نبلغ. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي معه الرهط والرهيط، ويقول ربنا عن هؤلاء أنهم منصورين. طيب منصور يا ربي وما قدم شيء، نبي ولم وينزل عليه واحد، لكن ما جاء. نحن نقدم هذا ونرجو الله جل وعلا أن ينفعنا بكم وبهم، ولا تنسونا من دعائكم فوالله إننا محتاجون. أخت فاضلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، وجدت في بيتي تحت طرف السجادة مجموعة من الخرز الملون في منديل،
علما بأن عندنا خادمة ذكرت جنسية من الجنسيات، فهل يعني ذلك شيئا؟ وهل أحتفظ بهذا الخرز أم أرميه؟ ورسائل كثيرة جدا تأتي مثل هذا يا شيخ، وجدنا تحت الفرشة تحت كذا، ونشك في خادم ونشك في إنسان معنا في البيت. خرز تقول طبعا ملون. موضوع الخرز سأتحدث عن تفصيل الخرز، إيش معاني الخرز، ولماذا الخرز الأزرق، ولماذا جاء الخرز، وإيش حقيقة الخرز، وإيش حقيقة الياقوت، وإيش حقيقة العقيق، وإيش حقيقة الخرز الزرقاء، من وين جاءتنا. نعم. هذا بتفصيل، لكن تحتاج إلى تفصيل حقيقة إن شاء الله. ونحن نعد بإذن الله، لعلنا نضعها في باب يعني حلقة الكهانة أو كذا. الحقيقة بقي عندنا الحلقة القادمة والتي بعدها كلها عن السحر، وسنعرض شيء من هذه الرسائل وتفصيل هذه. قد تكون هذه العاملة أو هذه الشغالة التي وضعت هذه الأشياء تعتقد أنها لتدفع عنها البلاء فقط، ليس بلازم أنها سحر. ما يمكن يتم ليس بلازم. ما يمكن يتم السحر بهذه الطريقة. طيب. عبارة عن فصوص. شيخ الكريم، أنا أستأذنك بفاصل قصير. مشاهدينا الكرام، مشاهداتي الكريمات، فاصل قصير، كونوا معنا بعد الفاصل بإذن الله. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. مرة أخرى عدنا مشاهدينا الكرام، والعود أحمد، مثنين على ربنا، مصلين على نبينا محمد. شيخ عادل، بقي عندي دقيقة أو دقيقتين، الرسالة التي تختم فيها هذه الحلقة. أقول لإخواني المشاهدين لا تترددون في الإبلاغ عن هؤلاء المجرمين، هؤلاء الذين يفرقون بين المرء وزوجه. تقربوا إلى الله عز وجل بأعظم قربة، وهو محاربة مراكز الدعوة إلى الشرك بالله. وسأذكركم فقط بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، 3 أشخاص يسيرون فآواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة. الله أكبر. فقالوا ما لكم مخرج إلا أن تدعون الله بصالح عمل، فأحدهم دعا بعفته. أنا ودي أقص الحديث لكن الحديث يطول يا شيخنا. أي صح، بعفته، لكن الشاهد واضح. والثالث بأمانته، والثالث ببره. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانفرجت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. الله أكبر. وأقول لك حينما تبلغ عن هذا المسخ البشري، هذا القزم، هذا الخبيث الذي لا يريد أن يكون التوحيد خالصا لله الحميد المجيد، قل يا رب في ثلث الليل الأخير: يا رب أسألك اللهم يا حي يا قيوم بتقرب بحق القبض على هذا الساحر، والدلالة إلى رجال الهيئة أو رجال الإمارة أو رجال الشرطة، والقبض على هذا الذي لا يريد أن يكون التوحيد خالصا لك يا رب. فسوف ينفعك الله بأعظم من هذا، فإنه من أبواب استجابة الدعاء، أعظم من الثلاثة اللي دعوا ببر وأمانة وعفة. إذا أردت صلاح ذريتك فعليك بالتوحيد، عليك بمحاربة هؤلاء. قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام، سماه خليله وسماه أواه، وأعطاه كل خير إبراهيم. لكن لما اعتزل هذا وقرر التوحيد واعتزل الشرك وعاد هؤلاء، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون من وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. شكر الله لكم شيخ عادل. بقي عندنا الحقيقة العديد من التقارير المثيرة. الساحر الذي أهان 50 مصحف عليه من الله ما يستحق، الساحر الذي كان يضع الأعمال في قرن التيس، وغيرها من التقارير لعلها نطرحها إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. ورسالة أختم بها أيضا، هذه الرسالة الختامية للحلقة، نقول لكل من يسمح أن يهين نفسه ويبيع دينه عند أولئك السحرة المجرمين، اتق الله يا أخي. وقفة عند أبواب هذا الساحر وسؤال تنفي ثواب 40 يوم صلاة، لا تقبل منك الصلاة 40 يوم، وتصديقة واحدة لهذا الساحر تدخلك في دوامة الكفر بما أنزل على محمد كما قال النبي عليه السلام في الحديث الصحيح. فاتق الله واجتنب أولئك السحرة المجرمين، والله لا يجلبون لك خيرا ولا يجلبون لك الدنيا ولا يحققون لك السعادة أبدا. نسأل الله عز وجل للجميع السلامة والعافية من شرور أولئك المجرمين. بقي عندي مشاهدي الكرام كعادتنا أن نذكركم بموضوعنا في حلقتنا القادمة. في الحلقة القادمة من دمعة موحد: هكذا نفك السحر عن المسحور. ما العلاقة بين نوع السحر وطرق الفك؟ هل يفك السحر عند ساحر؟ إن الله سيبطله.
حلقة جديدة في برنامج دمعة موحد. دمعة موحد نور وحكمة وهدى ورحمة. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام مشاهداتي الكريمات، أزجي أوفر الشكر وأكمله وأحلاه وأجمله لله ربنا سبحانه وتعالى أولا، ثم أتقدم بالشكر لضيفنا ضيف حلقات هذا البرنامج فضيلة الشيخ عادل بن طاهر المقبل، رئيس مركز هيئة الفاروق والفيصلية والمكلف بقضايا السحر في منطقة الرياض. شكر الله لكم شيخنا الكريم. جزاك الله خير شيخ، وصلى الله يطيب. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. كالعادة لنا في الأسبوع القادم معكم لقاء جديد مع دمعة أخرى من دموع التوحيد، وحتى ذلكم الحين أستودعكم الله وأستودع الله دينكم وتوحيدكم وإيمانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمعة موحد نور وحكمة وهدى ورحمة.